الأهلي يفوز على الاتحاد في دوري روشن السعودي بنتيجة 1-0. أيوة 1-0 زي ما حضرتك سمعت بالظبط. يعني مش 4-3، لا مش 4-3، مفيش النهاردة 4-3. يمكن احنا الفترة الأخيرة تعودنا على نتيجة 4-3 في الدربيات. شفنا مباراة الهلال والاتحاد خلصت 4-3، شفنا مباراة النصر والأهلي خلصت 4-3. علشان كده كنا متعشمين النهاردة ان احنا نشوف 4-3 جديدة، ولكن للأسف كلنا اتصدمنا بنتيجة 1-0. ممكن بصراحة نكون حسدناك، وممكن العين عندنا قوية شوية، ممكن علشان كده نزلنا من 4-3 ل1-0. إجمالا المباراة فنيا ما كانتش على أعلى مستوى، ولكن النادي الأهلي يستحق الفوز. يعني فوز مستحق، فوز مستحق. الأهلي كان الأفضل، وخاصة في الشوط الأول. الأهلي كان نازل مركز، كان نازل محضر المباراة بشكل جيد، وده بصراحة اللي احنا شفناه في أرضية الملعب. أول حاجة خدمت الأهلي بصراحة وهو البدء بفراس البريكان على حساب ماكسيمان. بصراحة تغييرة كانت مهمة جدا وكانت إيجابية جدا للنادي الأهلي. الفرنسي ماكسيمان زي ما احنا عارفين لعيب سريع، لعيب مهاري، ولكن اللعب كله بتاعه فردي، لعب سلبي، لعب مش جماعي، مش مفيد للفرقة. يا فرحتي تاخد الكورة وتقعد تجري على الخط وترقص 1 و2 و3، وفي الآخر لا في هدف ولا في أسيست. عكس فراس البريكان النهاردة بصراحة عمل مباراة جيدة، تحركات إيجابية على المرمى، ليه دور بصراحة. يعني لما تشوف تحركاته النهاردة وإزاي بيقطع خلف المدافعين وفي ناحية الشمال، لا كان دوره إيجابي. حتى ده بان في الهدف اللي اتلغى في البداية، اللي رياض محرز توغل بالكورة وسدد الكورة، جروي صد الكورة ردت لفراس البريكان. لو كان خطوة للخلف كان الهدف اتحسب. علشان كده بتكلم على نقطة الإيجابية. كان محطة كويسة النهاردة لزمايله، وتحديدا في الهدف الوحيد للمباراة. الكورة اتلعبت عرضية من رياض محرز، طلع فراس البريكان بكل ثقة وإمكانيات عالية، حضرها جميلة بالهيد للمتألق فرانكيسي اللي قابلها مرة واحدة بالشمال في المرمى. يعني مشارك في الهدف بنسبة لا تقل عن 50%. فدي أول نقطة فرقت مع النادي الأهلي النهاردة. النقطة الثانية وهي بصراحة فرانكيسي صفقة من ذهب، من أقوى الصفقات الموجودة في دوري روشن السعودي حتى هذه اللحظة هو الإيفواري فرانكيسي. ممكن ما يكونش الاسم الأكبر من ضمن الصفقات أو الاسم الأعظم، ولكن أداؤه في الملعب من أول مباراة مع الأهلي لغاية الجولة التاسعة لعيب مؤثر جدا جدا في وسط الملعب، لعيب مالي وسط الملعب، بيقدر يعمل عملية الاستحواذ مع زمايله، بيقدر يتوغل في المنطقة ويسجل في أكتر من مرة، بيقدر يسدد من بره ال18 ويحرز أهداف، بيبدأ يتحرك ناحية الشمال وبيعمل خطورة، بيبدأ يعمل صناعة فرص وأسيست لزمايله. فبصراحة صفقة من ذهب. بصراحة برافو مسؤولين النادي الأهلي اللي فكروا في لاعب بحجم فرانك كيسي. طبعا النهاردة ما نقدرش نغفل برضو دور سوبر مندي. يعني ادوارد مندي الفترة الأخيرة تعرض لحملة شديدة، وبصراحة يستحقها لأن كان مستواه كوميدي جدا. يعني كان مستواه بعيد كل البعد انه يكون حارس للنادي الأهلي. الفترة الأخيرة أو في المباراة دي بصراحة والمباراة الأخيرة بدأ يستفيق. يمكن الانتقادات شوية بدأت تصحصحه، قال لك ده مش مستوايا، أنا حارس منتخب السنغال، كنت حارس نادي بحجم نادي تشيلسي الإنجليزي. فبصراحة النهاردة كان ليه دور مهم جدا جدا في خروج النتيجة ب1-0 الأهلي. أكتر من كورة وأكتر من انفراد، وكان انفراد مهم جدا لكريم بنزيما قدر ينقذه النهاردة ادوارد مندي. الناحية التانية بصراحة النادي الاتحاد لا ما جاش المباراة. يعني ما نقدرش نحلل حاجة، هو ما جاش، هو مش موجود. عشوائية، خمول في الفرقة، نونو سانتو حتى مش قادر يقرأ اللقاء. حتى بعد ما الشوط الأول خلص والنتيجة 1-0 بالنسبة للنادي الأهلي، أنا قلت بقى الشوط التاني لا الريمونتادا هتحصل. نونو سانتو بقى مع اللاعبين مع التغييرات نقدر نشوف اتحاد بشكل قوي، ولكن للأسف
موضوع ما ظهرش سلبيه. ده كمان النادي الاهلي ساعدك في الشوط الثاني انه تراجع للخلف مبكرا، وخلي بالك كانت نقطه يعني فيها مخاطره، انت راجع تدافع من بدري جدا، المباراه لسه طويله تقريبا من الدقيقه 60 بدا الاهلي يقف ورا، فكان عندك فرصة قوية ان انت تقدر تتعادل وتقدر تتقدم، ولكن التركيز ما كانش موجود. يمكن الهدف الوحيد اللي قدر يحرزه نادي الاتحاد عن طريق كريم بنزيما، ولكن الاخر كانت الكورة فيها مخالفة من كورنادو، علشان كده الحكم لجأ للفار وشاف التدخل والغى الهدف، ويمكن دي الكورة الوحيدة كانت اقرب حاجة ان نادي الاتحاد يقدر يتعادل. المباراة في المجمل يعني كان الاهلي زي ما قلت لك خطورة انه يدافع من بدري، ولكن كان في المرتدات يقدر، ولكن كان في شوية دلع او لعب بمزاج عالي قوي من رياض محرز النهاردة، استلام الكورة، الوقوف على الكورة، اللعب بالكعب، ولكن المخاطرة ان النتيجة كانت 1-0، يعني كان يقدر الاتحاد في اي لحظة يتعادل. انت ممكن يا محرز تعمل الكلام ده لو النتيجة 2 أو 3 أو 4، فخلاص ساعتها مش هيكون عليك اي ضغوط. تحكيميا المباراة مشيت بشكل جيد، ولكن بصراحة من وجهة نظري انا شايف الكورة اللي حصلت بين المدافع البرازيلي وفرانكي سي في الشوط الاول اللي هو اتعور فيها تستحق ضربة جزاء، لان من وجهة نظري الكورة ما فيهاش يعني ايه تداخل ما بين الاثنين، فنقول لا ده لا، الكورة لمسها فرانكي سي، يعني قبل ما يدخل عليه المدافع البرازيلي اللي هو فليبي في دماغه، لا فرانكي سي لمس الكورة الاول، فلمس الكورة بعد كده حصل الاصطدام. فمن وجهة نظري المتواضعة بصراحة والله اعلم ان الكورة كانت تستحق ضربة جزاء. الاهلي كان فوز مهم بالنسبه له جدا، بيقدر يستفيق بعد التراجع اللي حصل الفتره الاخيره. الاتحاد بصراحه تعادل وراه هزيمه، يعني مباراتين 6 نقاط، خد منهم نقطه واحده وفقد 5 نقاط، اكيد هيأثروا عليه الفتره اللي جايه. لازم نونو سانتو شويه يصحصح، واللعيبه الاسماء التقيله اللي في الملعب موجوده تصحصح، علشان لو فضل بالمستوى ده اعتقد الامور هتكون صعبه الفتره القادمه. في النهايه مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي، فوز مستحق، اداء رائع، نتمنى ان هو يكمل على نفس الاداء الفتره اللي جايه، وهارد لك لجماهير الاتي. وبكده يكون ترتيب نادي روشن السعودي في الصدارة نادي التعاون برصيد 22 نقطة. أيوة نادي التعاون زي ما حضرتك سمعت بالظبط، مش فرقة من التوب 4، لا نادي التعاون اللي بيأدي أداء رائع الفترة دي وبيعمل نتائج ممتازة رغم الإمكانيات اللي مش بنفس قوة التوب 4، فتحية كبيرة لنادي التعاون. المركز الثاني نادي الهلال برصيد 20 نقطة، ولكنه ليه مباراة هيلعبها مع نادي الأخدود، لو كسب هيقدر يعتلي الصدارة، التعادل أو الهزيمة هيفضل في المركز الثاني. بيجي بعد كده النصر والاتحاد والأهلي بنفس الرصيد 19 نقطة. هنشوف بكرة الهلال هيعمل ايه، هل هيقدر يفوز وياخد الصدارة، ولو اتغلب او اتعادل فهو ضامن المركز الثاني. في النهاية بحب أشكر حضراتكم، كان معكم عمرو مصطفى نسر الجزيرة. لو حضرتك بتتابعنا أول مرة ما تنساش تدوس اشتراك في القناة وتفعل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.